مساء الخير عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير ومهنيين في حياتكم. جيتكم اليوم بطبق السردين مع مقبله من المقبلات السوريه متبل. يعني لا سلطه كان الناس كامل يعرفوا يديروها متبل بتنجان. يعني حتكون وصفه في الاخير ان شاء الله تنال اعجابكم كما كنتم تشوفوا هنايا. وبالطريقه فيها بزاف تدابير هذا يعني هذا الوصفه اللي حنديرها لكم اليوم ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. كيما هنا درنا درسه اللي فيها الثوم طماطم مصبره ملعقه او ملعقتين، كاين عكري حار او وشويه حلو، كاين فلفل اسود تاني درنا الزنجبيل وشويه قرفه. انا ندير القرفه يعطيها ذوق يعني مميز، يعني جربوها وتشوفوا. درنا لي زيبيس لي بيس لازم يكون هو الكمون تانيك والملح، وخلطنا كامل المكونات فيما بيناتها. قبل ما نزيدو السردين كانت التتبيله هذيك زدنا لها كتدبيره ملعقه فارينه مع فنجان تاع الماء. يعني هذيك التتبيله الدرسه تاعنا تكون زاكيه، وهذيك الفارينه تخلي المكونات هذو كامل يلصقوا في السردين، يعني يتغلف كامل بالسردين. كنت يعني كنغطسوها من بعد نرمدوها انا ما نديرش فارينه وحدها من بعد تشوفوا، يعني تبقى الفوقانيه هذيك تجي مقرمشه ويلصق فيها. انا ندير الفارينه ودوك تشوفوا المكون واحد اخر نزيدو من الفارينه باش يجينا كروستيون. هذه بعد ما ارتاح السردين تاعنا وتبلناه، حضرنا الخليط تاع يعني فنجان كاس تاع فارينه مع كاس دقيق يكون مويا ولا رطب اذا ما يحبوش كروستيون. انا نحب كروستيون الوغ درت تاع المقروط، سميت تاع المقروط. زدنا تبلناه مليح باش هذيك الغلاف هذاك يجي فيه تتبيله. درنا نفس لي زيبيس اللي درناهم في السردين، فلفل اسود، توم درت مرحي هنايا، ما درتش توم عادي. درت تانيك قرفه شويه زنجبيل، ودرت الكمون والعكري وقليل من الملح. يعني نخلط كامل المكونات فيما بيناتها ان شاء الله. هاكم كل شيء واضح وقدامكم. ما حبيتش ننقص من لا فيديو، مي سرحت فيه شويه باش ما نطولش عليكم. يعني هنا بعد ما خلطت الخليط هذا والسردين تاعنا تبلناه واستبن هذيك التتبيله كامل. الوغ دوكا هنايا نهبطوا السردين تاعنا ونرمدوه في الخليط هذا. يعني الفارينه هذيك المغرف تاع الفارينه اللي درناها في الدرسه يعني حتعاون يتغلف في السردين كامل كما راكم تشوفوا هنايا. وحنزيد لكم تدبيره واحده اخرى ان شاء الله تنال اعجابكم، طريقه القلي اللي ما تديلكمش الزيت بزاف وما يوليلاش شياط بزاف الدار. لا خاطش بزاف انا شتم بكري كنا نقلوه الشياط كامل يولي في الكوزينه، الدخان تاع يعني هذيك الفارينه تولي تنحرق. الوغ بالطريقه هذه المقله تاعك تقعد نقيه وحتى ذاك الدخان والاخر ما كاش في الدار. يعني دوك تشوفوا طريقه سهله وبسيطه. ننفض السردين تاعنا نديروهم كامل نفس الاتجاه على شكل دائره، يعني فوق الصحن تاعنا. يعني هذه الطريقه جربوها وان شاء الله تنال اعجابكم. انا والله غير حبيت نفيدكم بهذه الطريقه لان اخوات بزاف ما يعرفوهاش، يعني بطريقه جاتني اسهل في القليان، وحتى في الريحه ما يبقاش المقله تاعنا تبقى نقيه وحاجه صحيه، يعني ما تديش الزيت بزاف. يعني بعد ما ننفضوا السردين تاعنا نديروه نفس الاتجاه ونديروه شكل دائري ان شاء الله. نتمنى منكم بالمناسبه تدعموني في اليوتيوب لانه عندي بزاف تدابير ويعني وصفات كثيره، وان شاء الله تدعموني باش نزيد لكم المزيد من الوصفات. لانه أنا يعني دير الوقت لليوتيوب باش ندير يعني مونتاج تاع فيديو ونحط لكم وهكا بعد ما كاش تفاعل. الوغ انا قد ما يكون تفاعل قد ما يكون الاخر قد ما نحط لكم لي فيديوهات اكثر. يعني ان شاء الله برك يكون كاين تجاوب مع لي فيديو اللي نحطهم، يعني حاجات جدد، يعني حتى تدابير بزاف مليحه ما تصيبوهاش ايوغ. وان شاء الله تنال اعجابكم وكي تجربوها تعرفوا المصداقيه تاع يعني الوصفات تاعي. يعني هذه الطريقه بلمستي الخاصه ان شاء الله تنال اعجابكم وجربوها. يعني هنا بعد ما نفضنا السردين كامل كما راكم تشوفوا رمدناه كامل ونفضناه، درناه نفس الاتجاه على شكل دائري كما قلت لكم. المقله تاعنا ما نكثرولهاش الزيت، يا ربي 2 مغارف 3 مغارف تاع الزيت. يعني يجي بخسك مشويه ماشي مقلي ومشي ناشف، يعني بخسك هكا مشوي بصح شويه زيت برك باش ما كما راكم تشوفوا هنايا كلش واجد. يعني السردين كما قلت لكم قد ما خليتوه في تتبيله هذاك قد ما حيستبن وياخذ الذوق هذاك تاع التتبيله هذيك.
يعني مشي تتبلوه سور بلاص، روحوا تقلوه، خلوه شويه، غطوه وخلوه يسبن. يعني كما كنتم تشوفوا هنا الزيت، كما هنا درت تقريبا 3 مغارف تاع زيت برك، هاني قليته. بعدها تقطروا هذاك الزيت كما كنتم تشوفوا، نقلبوا الطبسي تاعنا في الطبسي ونعاودوا نرجعوه في المقله. يعني الزيت قبل ما نرجعوه في المقله، الزيت هذاك اللي نحيناه نعاودوا نرجعوه في المقله تاعنا. يعني المقله هاي سخونه، نعاودوا نهبطوه في المقله كما راكم تشوفوا هكذا. يعني هذه ابسط طريقه وحاجه صحيه، ماذا بيا ان شاء الله تجربوه وتخلوا لي تعليقاتكم. فوالا كما راكم تشوفوا هذه تدبيره، يعني تقلوه بطريقه سهله وما يديش الزيت بزاف كما قلنا. ونفس الشيء كي نجوح نحوه، يعني نقطروا نحو الزيت هذيك الزايده، الزيت الزايد كاع نحوه ونعاودوا نقلبوا في لاسيت تاعنا. يعني شوفوا طريقه ما شاء الله، ماذا بيا تجربوها وتعرفوا واش راني نهضر وتعرفوا الفرق. يعني المصداقيه في الوصفات تاعي حتى التدابير، يعني ما تندموش. تبعوا الصفحه تاعي ومزيد من الدعم باش نزيدكم وصفات اكثر واكثر. كما راكم تشوفوا هنايا سخنت المقله تاعي ثاني، زدت لها شويه زيت، نفس الطريقه نبداو نكملوا حتى نكملوا كامل الكميه. يعني دفا يكون السردين صغير، ديري لو تور كامل تاع المقله وزيدي في الوسط حبات هكا. يعني في الاخير راح تشوفي الطريقه كيفاش، يعني باش ما يجيش هذاك الفراغ في الوسط. يعني تقدري تعمريه بالسردين يكون صغير كيما هنايا. يعني ما شاء الله شوفوا الكميه جات ما شاء الله، حتى التتبيله تاعو تلصق فيه، وطبقه المقرمشه اللي من برا بسبه تاع السميد هذاك واللي كنا تبلناه مع الفارينه. يعني ما درناش فارينه وحدها. يعني هذه استوس ثاني بزاف مليحه، ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. كيما هنا نشبحوا فيها بشرائح تاع الليمون. كيما نعرفوا الليمون يتمشى بزاف مع السردين، يعني هذا يبقى حسب الذوق تاعكم. في الاخير حندير لكم المقبله السوريه هي متبل بتنجال. هنا بعد ما شوينا 3 حبات بتنجال مليح، خليناهم بردوا شويه، نقيناهم، نحينا الغلاف ذاك يعني اللي محروق نحيناهم، وعفجناهم غير بالفرشات وبالموس قطعناهم. وزدنا سكرفجنا الثوم، يعني انا عندي الاداه ترحي الثوم يعني باليد، مانيوال جايه لاباغاي هذه مانيوال نرحي الثوم. يعني بخاسك واحد 3 سنات كبار تاع الثوم. يعني وزدنا لهم كما راكم تشوفوا هنايا، يعني زدنا لهم الملح وزدنا لهم الطحينه. يعني كل حبه تاع بتنجان ديروا مغرف معمره تاع طحينه. يعني الطحينه هذه عباره عن جلجلان مرحي، يعني اكل صحي. يعني هذا الطحينه تصيبوها جاهزه في المحلات السوريه وفي السوبرات. كما هنا نخلطوا 3 حبات بتنجان، يعني نقيناهم كلش، 3 مغارف كبار تاع طحينه، وزدنا الملح وزدنا نص حبه قارص. زدنا في الاخير نصف كاس تاع رايب. ومن الاحسن اذا ما تحبوهاش تحبوها متماسكه وهكا، ديروا علبه تاع بتي سويس ولا ياغورت ناتور. نخلطوا المكونات هذو كامل مع بعضهم. يعني شفتوا طريقه التحضير سهله وسريعه وصحيه. يعني ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. يعني كنت شفت وصفات بزاف تاع متبل بتنجان، بزاف وصفات، يعني بصح مصعبينها بزاف وفيها بزاف دي زانغريديون ومكونات. يعني دايرين طحينه كميه كبيره دايرين. يعني عطيتكم الطريقه اللي نديرها انايا، ان شاء الله تنال اعجابكم. كما راكم تشوفوا رانا في الطبسي هنايا. بغيتكم تشوفوا التشكيله تاع يعني لا فورم تاع المقبله هذه كيفاش نديروها بطريقه الملعقه برك نعطوها شكل شباب. يعني حتى كي يكون عندك ضيوف ولا يعني تزيديها زياده في الطاوله تاعك، يعني ما شاء الله. كما راكم تشوفوا التزيين تاعها كيفاش يكون بالملعقه، يعني طريقه سهله يعطيك شكل شباب كما راكم تشوفوا. كانوا بزاف اخوات كانوا يحوسوا على المقبلات السوريه وهكا. يعني انا دايرين مدرسه ان شاء الله للطبخ السوري والجزائري، ومرحبا بكم. المدرسه متواجده في دراريا في نيسيا باسكاك. يعني هي مدرسه مدرب، يعني تكوين حرفيين والتعليم مع مدربة المدربين ومدربة دولية محترفة. يعني مرحبا بكم. هنا زدنا زيناها بالزيت زيتون، يعني هما لي سلطه المقبله تاعهم كامل بالزيت زيتون. الوغ زدنا المعدنوس والطماطم.
يعني التزيين يبقى اختياري. كيما انا درت طماطم، يعني نتوما واش حبيتو تزينوها زينوها بالزيتون كيما حبيتو. المهم هذا وما هكا التزيين تاعو متبل الباذنجان. يعني ومن بعد كاين هذاك السميد والفرينه واللي فيه زيبيس وفيه بعض السردين اللي يبقى يعني طحنا ما كي رمضنا السردين. يعني ما نرموش هذه الكميه. نوريكم كيفاش نديروا طريقه العجيجات تاع السردين. نصيروا نغربلوا هذاك السميد اللي زايد والفرينه وهذه، يعني يبقى لنا غير السردين في الغربال. نزيدوا له مكونات دوك تشوفوا واش نزيدوا له باش نديروا العجيجات تاع السردين. يعني هذه الطريقه كانت الوالده تاعي ديرها، يعني تجي ما شاء الله. يعني نعودوا نخلو السردين ونعودوا ناكلوا ذو العجيجات، يجوا شويه حارين ويجوا يعني ذوق تاع الثوم فيهم ويجوا ما شاء الله، وما يجوش مزيتين بزاف ثاني. يعني كي بعد ما غربلناه كيما راكم تشوفوا نكون وجدنا في الاناء وجدنا الطماطم. درت 2 مغارف طماطم مصبره، درت فنجان تاع ما، يعني شويه تاع ما كيما راكم تشوفوا قدامكم. درت نفس لي زيبيس والثوم تانيك، الثوم يكون تانيك مرحي والثوم بودره، ودرت قزبر ودرت درت شويه في الكحل، درت كمون. يعني درت هنا شويه هريسه يعني تجي حاره شويه تجي بنينه بالهريسه. خلطت كامل المكونات. كاين ما يحبش الهريسه يدير العكري حار. زدت لها هنايا الكمون، يعني اللي هو البهارات لازم يكونوا متواجدين في السردين. حركنا كامل المكونات هادو ورمينا فيهم هذاك السردين اللي كنا غربناه. نشكلوا عجيجات. يعني نزيد شويه تاع زيت زيتون باش يجي طري ما يجيش يابس. كما راكم تشوفوا دوك ندير العجيجات رمضهم في داك السميد اللي كنا غربلناه. دوكا نرمدوهم في السميد هذاك اللي غربلناه. كما راكم تشوفوا نحطوا كل مغرف هكا بعيد على بعضهم بعض باش يترمدوا وحدهم، يعني بعيد على بعضهم بعض. يعني نرمدوهم عادي، نديرهم خبيزات ونقلوهم يجوا ديغالات تاع السردين كما راكم تشوفوا. هنا نفضوهم شويه ومن بعد نرمدوهم باش يعني يجوا مقرمشين تانيك. يعني ريك الطبقه البرانيه حطيتيهم قرمشه. نكملوا كامل الكميه هذه. يعني كما كنت تشوفوا رمدناهم بيان ودوك نقلوهم. الزيت ما تكونش بزاف، ديجا المقله تكون نقيه باسكو ما بقالناش هذاك كيما بكري كنا نقلوهم كيما قلت لكم فرينه تنحرق والسميد كي نحرق ولا المقله تكون نقيه. يعني شاك فوا نصفوا في الزيت ونقلوا هذيك الخبزات هذاك السردين كامل صاير داير. كي تقطروه تنحوه تما عندكم كيفاش تمسحوا بالبابي وتعاودوا تزيدوا شويه زيت وتعاودوا تقلوا تما ما تبقى لكمش الزيت محروقه ولا. في الاخر نقول لكم شهيه طيبه والنتيجه تكون في اخر الفيديو ان شاء الله. ما تنسوش تدعمونا على صفحتنا على الانستغرام فينيسيا باسكاك. ومرحبا بكم في المدرسه للمتواجده الادراريه. سعادة بتملى قلبي لأنك أبويا وربي.
تلاقيك جنبي بتملاني بسلام ما يوصفوش كلام.